الحق الحق، ده ساديو ماني لسه موجود في بايرن ميونخ اهو. تعالى بقى اوريك الفيديو ازاي ساديو ماني لسه في بايرن ميونخ. يا جماعه مجدي عبد الغني يا جماعه، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جوه بايرن ميونخ، النادي بتاعه يا جماعه الاساسي. ده استاد ارينا اهو، ده كله عباره عن انوار بتنور وبتغير لونها، تعمل زي شو كده انوار لما يكون في ماتش. انا جاي اعمل تور، قلت اجي كده افرجكم المكان عامل ازاي. يلا بينا. التور بتاع بايرن ميونخ، محمود عبد الله داخل النادي بتاع بايرن ميونخ يا ولاد اللذين. جوله النهارده من خلف الكواليس بالكامل، هنقسمها ل5 اماكن، من المدرجات واماكن اللعيبه والجمهور لبعد كده اوضه الصحفيين والاجتماعات والسبق الصحفي. هاخدكم بعد كده بقى لغرفة الملابس بتاعة اللعيبة والممرات قبل وبعد المباراة. حظي كان وحش يا جماعة، فاتتنا التور بدقيقة واحدة، اتأخرت دقيقة واحدة بس بجد بدون مبالغة، فاتتني التور. فدلوقتي بنشوف مع الراجل راح يتكلم مع المدير، يعني حاولوا يدخلونا في تور تانية. هو ده يا جماعه الفان شوب، واضح ان هو مش فان خالص، مقفول. دي التذاكر اللي احنا خدناها اهي. خش بقى دلوقتي نتفرج على الاستاد عامل ازاي. لا قلنا تور بس بالالماني بقى، فاضطر قشطه. الموضوع يعني بالنسبه لي مش صعب يعني، بس بالنسبه لكم انتوا كان نفسي اوريكم الكلام هيحصل ايه. المعامله كانت كويسه. هنا بقى هنبدأ التور بتاعتنا مع الجايد الألماني. وخد بالك النادي ده اتبنى في 3 سنين ومتغطي ب 2800 وسادة هوائية. يلا لو عايز تكمل معايا وتشوف التور ما تنساش تعمل لايك وتقولي رأيك ايه في التعليقات. ده شكل الاستاد من جوه يا جماعه اهو. فكرة الاستاد دي بقى بدأت في أواخر التسعينات لما كان نادي بايرن ميونخ ونادي تاني كده كان اسمه ميونخ 1860. الاتنين مع بعض يا ريس قرروا إن هم محتاجين ملعب جديد، وهنا بقى كان بديل للملعب الأولمبي القديم اللي كان عندهم. وفي سنة 2002 حطوا أول حجر أساس للاستاد الضخم اللي أنت شايفه ده. الموضوع بقى أخد حوالي تقريبا 3 سنين. تكلفته عدت جامد جدا، وصل لاكتر من 340 مليون يورو، انت متخيل؟ وافتتح رسمي بقى في 2005. من ناحية بقى سعة المشجعين فهو بيشيل 75 ألف مشجع بس لو الماتشة محلية، لكن لو الماتش أوروبي بقى هينزلوا 70 ألف علشان المقاعد بتاعة اليويفا. وده بقى يحطه في المرتبة الثانية من أكبر الاستادات في ألمانيا كلها، بعد الاستاد اللي موجود في دورتموند اللي هو اسمه سيجنال أودينا بارك. ده بقى يا ريس بيشيل حوالي 81 ألف، برضو على فكرة الفرق مش كبير قوي. وبيقول لنا ان الكراسي دي بتاعت الناس اللي ايه السياسيين، يعني لو في رئيس دولة جاي ولا حاجة، والكراسي اللي جنبها ممكن انها تتباع عادي خالص وتشتريها، ولكن التذكرة الواحدة بتوصل ل 12,000 يورو. في تذاكر تحتيها في الكراسي اللي تحت دي تعمل 9,000 يورو التذكرة، بس لازم تاخد 2 كمان أقل شيء. يعني من الآخر يا جماعة الكراسي دي كده لو حلمت عمرك كله وحوشته كله مش هتعرف تقعد في كرسي من دول. ودلوقتي التجربة. 1 2 3 Das machen wir nochmal. 1 2 3 Wenn man sich jetzt vorstellt, 70.000 hier und das entscheidende Tor in der Nachspielzeit. الملعب بقى من جوه فيه شويه تفاصيل كده بجد حماسيه شويه. تعالى اقولها لك. النجيله بقى من جوه هي عباره عن هجين كده هوت، فيه نجيله طبيعيه 100% وفيها الياف صناعيه. ايه لازمه الموضوع ده؟ بيخلي النجيله تستحمل حركه اللعيبه، ومن الاخر وانت بتجري ما تتقلعش بالبوت، فاهم حاجه؟ تدفئه بقى ارضيه جوه النجيله نفسها، دي بقى اللي قصه جديده موجوده في اوروبا. بس تحت النجيله في شبكه انابيب بتدفي، حرفيا بتدفي، بتشتغل بس في الشتاء علشان خاطر لما ينزل تلج ما تتراكمش على الارضيه والناس تعرف تلعب ومحدش يتجمد من الاخر. دي يا جماعة السكرين اللي بيظهر عليها كل حاجة في الاجوان وكده، وبيشرح لنا دلوقتي الحجم بتاعها. هي عبارة عن شاشتين، شاشة هنا وشاشة الناحية التانية هنا. Sehr wahrscheinlich größer als Ihr Apartment, der ist fast 200 Quadratmeter. Der ist 10 mal 20 Meter groß. Das ist der größte 200 in Deutschland. كوادرات متر، يعني 200 متر مكعب. ده حجم الشاشة اللي هنا والشاشة اللي هنا. طبعا موضوع الاضاءه الشمسيه الصناعيه ديت معروفه لان هي منتشره جامد قوي، وهم ان بعد ما الماتشات ما بتخلص بيمشوا زي اجهزه اضاءه عملاقه بتطلع زي اشعه كده فوق بنفسجيه عشان تخلي الزرع يطلع ويكبر وينمو بسرعه ومن غير اي شمس.
لان طبعا الشمس في الدول دي تكاد تكون منعدمه. حلو. تعالى بقى دكه الاحتياط دي بقى، شايفها حاجه حلوه برضو لان دي مش موجوده غير في اوروبا. دكه الاحتياط يا معلم مش في الكراسي بتاعت اللعيبه والمدربين على الخط كده اهوت. الكراسي دي يا ريس فيها تدفئه، فيها سخانات علشان خاطر في الشتاء الناس ما تجمدش. كلمه مهمه قوي راجل قالها الراجل ده يا جماعه، ان بص لما الدنيا متمطر جامد قوي بتنزل الميه هنا على على الجناب اهوت، على الناحيه اليمين والناحيه الشمال. عشان كده بص الحته دي مبلوله خالص، بص كل ده مبلول وكل ده مبلول. عموما من ناحيه الارضيه الخضراء بتقعد حوالي 3 ايام على ما يعملوها بعد الماتش. 3 ايام عشان يحطوا الخضره الطبيعيه، فاهم ازاي؟ يعني عشان يجدد الارض كلها وتبقى جاهزه للماتش. هنا يا جماعه المذيعين شايفين ده الاماكن كلها بتاعه المذيعين والتلفزيونات والتسجيل كله بيحصل في المنطقه دي. وتقدر انك انت لو قاعد في الكراسي ديت تقدر تسمع المذيعين كلهم وهم بيعلقوا على الماتش، وتشوف كل حاجه وانت بتتفرج على الماتش وعلى التلفزيون في نفس الوقت. وعندك الشاشتين فوق هنا. Orange ist die internationale Farbe der Kommunikation. Und Sie sehen, es ist der Zugang hier für Fußballspieler und nicht für Basketballspieler hier, ne? كل نادي يا جماعه بيسيب صور ايقونيه زي ما انتم شايفين للعيبه اللي سابوا تاريخ في ذهن الجماهير بتاعتهم. زي ما انتم شايفين كده ده كده بريس كونفرنس، اماكن الصحافه والاعلام بتاعت بايرن ميونخ. يلا بينا. هنا بقى يا جماعه بتحصل كل اللقاءات الصحفيه في الاوضه دي، كل الصحفيين بينتظروا دورهم هنا. وورا ده هنشوف اللقاء الصحفي الحقيقي بيحصل ازاي. 180 كرسي لكل الصحفيين يا جماعه. وهنا بقى يا جماعه بيحصل كل اللقاءات الصحفيه دي. اوضه اللقاءات نفسها. الالوان ديت هي دي نفس المنظر بتاع الاستاد اليانز نفسه بس من بره. شايفين الالوان دي كلها؟ بس بيحصل كده في الاستاد لما يبدا الماتش. من 30 ل 40 كرسي دي عدد الكراسي اللي موجوده في الاوضه. بس الكلام ده بيبقى كفايه لو المباراه عاديه في الدوري او كده، لكن لو في احتفال معين يعني مثلا مدرب جديد جاي او لعيب جديد عملوا معاه صفقه، في الحاله دي لا بيحتاجوا كراسي اكتر. الاتوبيس نفسه بتاع اللعيبه بيخش هنا اهو ويغيروا ويطلعوا كل حاجه، وبعدين بيفتحوا الباب ده ويخشوا على ممر اللعيبه قبل وبعد المباراه. يا جماعه دلوقتي احنا بنمثل الماتش الحقيقي، احنا فرقه وهم فرقه واحنا هنا كده الجست. دخلت بقى ده منزل. الحركه اللي احنا شفتوها دلوقتي دي كده كان عباره عن ايه؟ تجربه ما بين بايرن والناس التانية. هو قسمنا يعني 2 عشان نعيش التجربه. يعني بصراحه الاجواء جميله جدا والناس لطيفه. معلومات مهمه قوي بقى لدخول اللعيبه. قال لك اول ما الاتوبيس هنا بيخش بيفضل اللعيبه واقفه هنا متقسمه، هنا البايرن وهنا الجست. واللي بيحصل يا جماعه ان هم بيخشوا على طول على الملعب، بيلعبوا لمده ربع ساعه نص ساعه كده زي تسخين كده، وكل واحد يرجع على هنا، كله يخش على الاوض بتاعه اللعيبه علشان يتكلم مع المدرب وياخد تعليمات المدرب، وبعدين تبدا بقى ايه المباراه. دي اوضه الملابس بقى بتاعه اللعيبه. ده حمام السباحه بتاع الاستشفاء بس ما فيهوش ميه اصلا. ده اخد باله يا جماعه في الغلطه بتاعه الفيديو لما اشتغل الفيديو بتاع المهرجان اللي حصل واحنا نازلين كده من غرفه اللعيبه، كان فيه غلطه. ساديو ماني لسه موجود في الفيديو. لو سمحت يا اداره بايرن ميونخ شيلوا الراجل ده من عندكم عشان ده تبعنا في السعوديه. دي بقى غرفه اللعيبه تغيير الملابس بتاعه ايه بايرن ميونخ نفسها بقى. الراجل ده مشي. يا إدارة بايرن ميونخ انتوا نسيتوا تاني برضو اهو بوضوح، نسيتوا التيشيرت بتاع ساديو ماني. شلتوا صورة الراجل من فوق لكن نسيتوا التيشيرت.
يا جماعه الراجل ده تبعنا، لو سمحتوا شيلوا التيشيرت. وكده يا معلم تبقى التور خلصت بتاعت بايرن ميونخ، وحاجه جامده جدا بصراحه، تجربه حلوه قوي. اللي موجود لازم وش تخش تشوفها عشان هتعجبك جدا.